مهرجان هو الأول من نوعه في العالم العربي، ذلك الذي تنظمه قرية بني عمار الجبلية وسط المغرب، مهرجان لاختيار أسرع وأجمل حمار. وينفي منظمو المهرجان اتهامات البعض بأنهم يسعون إلى لفت الأنظار، ويؤكدون أن هدفهم هو رد الاعتبار للحمير. مراسلنا في الرباط أنس بن صالح حضر المهرجان. وكأن هذا النهيق تعبير عن ضيم وحيف ودعوة لرفع بن عمار طويلة. هو ذا حال الحمير أعزكم الله، تفان ونكران للذات يقابله تحقير وازدراء. ذاك سبب كاف دفع القائمين على مهرجان بني عمار إلى نصرة الحمير بعد أن حاقهم ظلم وقهر شديد، وحمسهم لجعل المهرجان منبرا تسمع فيه هذه الكائنات أصواتها حتى وإن كانت من أنكر الأصوات. هذا المهرجان يضع هدفا له رفع التهميش والاعتراف بالحمار ككائن قدم للإنسانية خدمات جليلة عبر التاريخ، وبالمقابل يتلقى من الإنسان كل صنوف التعذيب والإهانة والسخرية والتقزيم. في مهرجان بني عمار تصان كرامة الحمير ويرد لهم الاعتبار. يعدد الناس مناقب الحمار ويثنون على جلده، ويتغزل آخرون في محاسنه ويستحضرون أفضله على بني البشر. الحمار وللأسف الشديد يمكن أن نقول بأنه محسوب على الطبقة الكادحة أو البروليتاريا المرتبطة بالعائلة الحيوانية. هذا الحمار هو الذي ربما هندس الكثير من الطرق، وأنه له ربما قدرات لم نتعرف عليها لحد الآن، والعلم مدعو للكشف عنها. تسرق مسابقة الحمير الأضواء في المهرجان وتستأثر باهتمام الحضور. فتية لا تتجاوز أعمارهم 16 يتأهبون لبدء السباق وفق شروط تحفظ كرامة الحمير، كمنع استعمال العصي لحث الحمير على رفع سرعتها وضربها بالأرجل أو شتمها بعبارات مهينة. ويمنح الحمار الفائز في السباق جائزة مجزية هي عبارة عن تبن وشعير وبرسيم. أما مسابقة أجمل حمار فتراعي فيها لجنة التحكيم مواصفات عدة، بينها شكل الحمار وهيئته ونظافته ورموش عينيه وحتى مشيته وحركاته الاستعراضية. مسكين هو الحمار، جوع الإنسان بطنه وأثقل ظهره وأبخسه حقه، ولو قيد للسان الحمار أن ينفلت من عقاله لطالب بإحقاق عدالة حيوانية ترد له الاعتبار. أليس كذلك أيها الحمار؟ أنس بن صالح، الجزيرة، من قرية بني عمار وسط المغرب.